حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل اكله سهله وبسيطه في الشتاء اللي احنا فيه فجاه. يعني هو احنا كنا قاعدين عادي، الدنيا مش عارفه بقى تقولوا عليها بتشتي ولا بتمطر. قولوا لي بقى في الكومنتات. بجد وحشتوني من اخر فيديو كنا مع بعض فيه، وحشتوني جد كده. تعالوا بقى نعمل صينيه بطاطس بالفراخ ورز بالشعريه، حاجه سهله كده ان شاء الله، مش هتاخد منكم وقت خالص في المطبخ، عشان انا عارفه طول الشتاء ده الواحد مش عايز يقف كتير. نعمل اكله كده ويلا بينا. متنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه بجد اللي بشكركم عليها، وبشكر اي متابع ومتابع جديد. شرفتوني ونورتوني، ورب اكون بفيدكم لو بحاجه بسيطه في قناه المتواضعه. معايا هنا بقى الصينيه بتاعتي، طبعا غسله الفراخ كويس قوي، وكنت نقعها في محلول النقع بتاعها، وحطيت معلقه صلصه جاهزه. تمام. ومعايا بقى هنا ايه، بصلايه كده محترمه. ممكن تقطعوها كده زي ما انا بقطعها شرايح، او ممكن تقطعوها مكعبات، اللي يريحكم خالص. تمام. طبعا اسفه على صوتي عشان طالعه من دور برد، يعني الحمد لله. معايا برضو توم مهروس، بس انا يعني كانت معايا التوم صحيح كده، قطعته كده بالسكينه يعني فصين 3. تمام كده. طبعا كل ده على حسب الكميه، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويديكم الصحه والعافيه، وتعملوا كل حاجه حلوه لاولادكم. تعالوا بقى نحط البهارات. هنحط الملح طبعا على حسب الرغبه برضو، وفلفل اسود. ومعايا بقى تشكيلة بهارات، دي البهارات اللي انا كنت عاملاها للفراخ الباردة المشوية. ارجعوا شوفوها، بصوا هتغنيكوا عن اللانشون بقى، وكانت تحفة، كانت بجد تحفة. ارجعوا شوفوا البهارات دي، كانت فيها كل حاجة. تمام كده. وهحط كمان حبة ريحان وحبة شطة اختياري، ممكن تحطوا بابريكا، ممكن ما تحطوش خالص، اي حاجة انتوا بتحبوها للفراخ بهارات حطوها. تمام كده. وحطيت ريحان زي ما قلت لكم، ورشه جوز الطيب. يعني كل بيسالني، يعني كل اكلك بجوز الطيب بصراحه بتدي الاكل نكهه حلوه قوي. يعني ممكن حاجه بسيطه في البهارات تودي الاكل في حته تانية خالص. حطيت كده معلقه خل. تمام كده زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين 3 زيت. انتوا ممكن كمان يعني ديت يعتبر ناي شوية، ممكن كمان تعملوا عصير طماطم وتحطوها عليها، وهتبقى زي الفل معاكم. هنشوف دلوقتي هنحط ايه تاني. دعكتها بقى، الدعكة دي مهمة جدا. انتوا ممكن كمان زي ما قلت لكم تعملوا عصير طماطم وتحطوها، بس انا كنت عايزاها خفيفه مش عايزاها تقيله، فاستكفيت بالصلصه الجاهزه. تمام كده. وحطيت بقى البطاطس بتاعتي، يعني دي اسرع اكله في الكوكب. مبتاخدش معانا وقت خالص. فزي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا ما بعلمكوش، انا عارفه ان انتوا كلكم ما شاء الله ستات بيوت شاطره وجدعه، بس في بنوتات لسه داخله المطبخ جديد، لسه عرايس جديده. ممكن انا اقولك فكره، انت محتاره تعملي اكل ايه بكره، انا بقولك فكره انت تشجعي بيها، وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. اقولك تركايه بهارات توديلك الاكل في حته تانية. طبعا انا بستفاد منكم، لان انا لما بسال على حاجه الحمد لله بترد عليا. بشكركم من كل قلبي بجد على كومنتاتكم الحلوه، كل اللي سأل عليا. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، ويساعدكم كلكم جميعا، اللهم امين. عاملين ايه في الشتاء بقى؟ الجو ايه؟ تحفة. الناس بقى اللي غاوية الشتاء دي انا ما بحبهاش بصراحة، الشتاء خالص باكتئاب بقى، وقاعدة عايزين تقعدوا دلوقتي تاكلوا وتشربوا وتناموا على السرير قدام التلفزيون. انا مش كده خالص. زي ما انتوا شايفين حطيت الفراخ ودعكتها برضو بنفس التتبيلة اللي انا عاملاها. تمام كده. وهرصها. متنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم لاحلى صينيه بطاطس بالفراخ. وبشكر اخواتنا العرب، انا عارفه ان اخواتنا السعوديين تاني متابعين بعد مصر الحبيبه، فبجد بشكركم وحياكم الله، وهلا وغلا فيكم. حبايبنا طبعا اخواتنا، وكل العرب اخواتنا، ربنا ينصر اخواتنا في كل مكان، اللهم امين. حطيت معلقتين زيت كده فوق الوش، وعصرت ليمون، وغطيها بالورق الفويل، ومشغله الفرن. طبعا اما تستوي معايا هقوم مشغله الشوايه عليها. تمام كده.
تعالوا نعمل حبة رز بالشعرية. عايزين بقكم، اصلا الاكلة دي كانت عايزاكم يعني بجد. ان شاء الله نتجمع كده يا رب على خير في مكان بجد والله، واشوفكم كلكم ونقعد وناكل ونشرب ونحكي وكل حاجة. زي ما انتوا شايفين حطيت الزيت بتاعي وحطيت الشعرية. ممكن تعملوها بمكرونة سباكيتي، عملتها معاكم كذا مرة قبل كده وما تتحمر، بس اهم حاجة ما تغمقوهاش عشان ما تغمقش معاكم الرز. وغسلت الرز بتاعي وحطيت الرز كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت اشوح. بحب اشوح الرز حتى لو من غير مكرونة. بحب اشوح الرز مع المادة الدهنية. وطبعا كل كوباية رز عليها كوباية مية. تمام كده، ده الرز المصري. وبظبط الرز بتاعي والملح بتاعي. طبعا عايزين رز ابيض براحتكم، رز معمر براحتكم. بصوا يعني الاكله دي بقى اذواق، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. هسيبه بقى على نار عالية، ولما يتشرب المية هحطه على نار هادية او شياطة لحد ما يتظبط معانا. تمام كده. تعالوا بقى بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، كانت ريحتها فظيعة بجد. ارجعوا شوفوا الفراخ اللي انا عملتها الباردة المدخنة دي، حكاية حكاية حكاية. جربوها هتعجبكم قوي. وزي ما انتوا شايفين بقى كده حطينا الاكل وظبطنا التظابيط، وعملت معاكم الترند اللي هو الكازان بيه. ارجعوا شوفوه، كان برضو حاجة حلوة ولذيذة وسريعة. وده كان فيديو النهاردة، حاجة سهلة وبسيطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيفة عليكم، قدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. متنسوش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.